هحطهم كتاب. ضغط الكلية بقى مع حاجات كتير، وما احس الواحد يعني ما بيعملش اللي هو شايف نفسه فيه او الحاجة اللي هو متوقعها، بس خير يعني ان شاء الله. تعبت فيها من فترة قريبة، من حوالي اسبوعين بالظبط. السبب بتاعها ان انا كان في كذا حاجة كده في دماغي عاوز احققها، مثلا كان حلم انا عاوز اعمله. فكنت تايه كده، قاعد نفسي اللي انا فقد الشغف، تايه مش عارف ابدا في الحلم بتاعي، مش عارف امارس حياتي، اللي هو انزل مثلا التمرين، اذاكر الكلام ده كله، فاللي هو تايه مش عارف ابدا منين بالظبط. الاكتئاب يعني كان نتيجة ثانوية عامة. يعني مش اخر مرة لان كل يوم الواحد بحالة يعني، بس اكتئاب قوي كان سنتين مثلا، سنة كده كان الاكتئاب القوي بقى. كان ايه سبب؟ يعني كان لما بتتعلقي باشخاص مثلا، والاشخاص سواء بقى صحاب سواء بقى اي حاجة عامة، فالناس دي بتمشي يعني، تبقي متضايقة كده وطاقتك تحسيها خلصت وكده يعني. هو في الأغلب بنعزل عن العالم وبنعزل عن كل حاجة والسوشيال ميديا وصحابي وكل حاجة، بقعد فترة كده كل الناس تقريبا، حتى أهلي شخصيا. بتجاهلها. هي تجاهل أكتر يعني، اللي هو ما بعيش الموضوع قوي يعني، اللي هو باخد وقتي فيه، بس في نفس الوقت اللي هو ما بحطش كل حاجة ان هو لا انا مكتئبة انا هوقف حياتي، لا ما اكيد لازم حياتي تكمل من نقطة تانية، فاهماني؟ بس يعني مش قوي، ما بتكلمش مع حد لما ببقى مكتئبة، ما بتكلمش خالص، بفضل قاعدة ساكتة وما بقابلش حد يعني، بقابل بس ما بتكلمش. مفيش حد ملاك، يعني كلنا بنغلط، بس بدل مثلا ممكن يمشوا من غير سبب او كده، فانا مش لاقي سبب منك مثلا انت تمشي بسبب، فمش مني خالص، انا قدمت لك كل حاجه اقدر ان انا اقدمها يعني، ما قصرتش بمعنى اصح. هما الاثنين بصراحه، العيب مننا ان احنا ما بنبقاش عايزين نكتئب، فبنكتئب اكتر من اكتئابنا، فاهمه حاجه؟ هو كده على حسب الحاجة اللي انا اكتئب عليها يعني في حاجة الناس هم اللي بيكونوا السبب، في حاجة انا اللي بكون السبب، انا اللي مديها اكبر من اهميتها، عشان كده اكتئبت عشانها. لا انا بحب الشتاء، بحب جو اصلا، فما بفكرش في حته الاكتئاب دي قوي. الشتاء انا بحب الشتاء وبكتئب في اي وقت، شتاء صيف خريف ربيع بكتئب في اي وقت. طبعا الشتاء اصلا اساس الاكتئاب عامه يعني. لا انا عادي يعني، انا ممكن انت افضل طول الصيف المتضايقة وطول الشتاء تمام. ساعات وساعات، ساعات بحب زي ما قلت انعزل مع نفسي، اخرج من حاجة لوحدي، وساعات احب اتكلم مع حد. تخطيتها لوحدي. بصي، اول يوم عندي في الاكتئاب ده يعني لا انا بقفل على نفسي خالص، انا مش عايزه اي حاجه. انما مثلا تاني يوم تالت يوم ببتدي ان انا اروق شويه، وابتدي ان انا في ناس معينه انا عايزه اتكلم معاها، وفي ناس اصلا بتبقى عارفه ان انا الفتره دي لا مكتئبه، فخليها مثلا يوم او اتنين تهدى، وبعدين انا اللي برجع تاني انا عايزه اتكلم، انا عايزه اطلع اللي جوايا. دي نقطه صبرت قوي بحبها فيها. لا مش درجات. لا لا ما فكرتش في الموضوع. لا فكرت ايام الثانويه، بعد الثانويه كده لما قدمت حربيه، بس ما روحتش يعني. افكر في اليوم اللي هو اكتر يوم انت كنت مكتئب فيه، وخلاص انت حسيت ان انت الدنيا ضاقت بيك جامد، وقمت اتوضيت وصليت ودعيت لربنا وارتحت، واليوم طلع عليك كان من احلى ايام حياتك. كل مره يحصل معاك كده، بس انت جرب. مش مستاهل، مفيش حاجه مستاهله خالص اطلاقا بجد. دايما يعني اللي هو انت الوحيد اللي هتطلع نفسك من الموضوع، ما تستناش حد تاني، اللي هو ما تستناش تفضل تقول لا اللي حواليا لازم يساعدوني، ما هو انت لو ما ساعدتش نفسك محدش هيساعدك كده كده يعني. دي اهم نصيحة يعني ليه، ان هو يطلع نفسه بنفسه. خد وقتك في الحزن يعني، بعدين كل حاجه بتروح، كل حاجه بتعدي. حاجه يعني حط ثقتك في ربنا، تمام؟ ايا كان الظرف اللي انت مكتئب عشانه، فتدابير ربنا احسن بكتير جدا، وقدام هتعرف ان كان في حكمه مثلا للسبب اللي انت كنت مكتئب عشانه ده، وانا حاجه ما تستاهلش. يا ترى العيب في مين، فيا ولا في الزمن، ولا ده عيب السنين
التمن